السلام عليكم ورحمة الله. أهلا بيكم النهاردة معايا في فيديو جديد. تعالوا بينا النهاردة نجهز مع بعض طريقة عمل الكشري المصري بكل تفصيلة فيه، كبيرة وصغيرة. في البداية يا جماعة قطعت طبعا كمية محترمة جدا من البصل، بضيف عليها معلقتين من الدقيق، معلقتين كبار من النشا، بتبل بقى ملح وكمون ورشة من الفلفل الأسود علشان البصل بتاعي يكون متبل وتمام. المحلات احنا مش أقل منهم في حاجة، لا احنا ستات بيوت جدعين قوي وبنعرف نعمل كل حاجة حلوة وجميلة. الزيت عندي سخن، بدأت ان انا انزل عندي بالبصل لغاية لما ياخد اللون الذهبي اللي انا عايزاه. هطلع طبعا البصل بتاعي في صينية واسعة كده، وهنا بدأت اسلق المكرونة بتاعتي، طبعا اي نوع مكرونة انت عايزاه. ضايفة طبعا في المية عندي رشة من الملح ومعلقتين من الزيت، وهسيب المكرونة بتاعتي بقى تتسلق براحتها. تعالوا نجهز مع بعض اجمل صلصه كشري هتدوقيها في حياتك كلها. الحله بتاعتي نزلت فيها نص كوبايه من الزيت، لان النهارده عامله كميه كبيره. معايا طبعا 3 معالق من الثوم، نص معلقه من الكزبره الناشفه. واول ما تبدا تاخد لون حاجه بسيطه كده، هنزل على طول بمعلقتين من الخل. بعد كده هنزل عندي بالطماطم بتاعتي. الطماطم انا طبعا عاملاها صلصه وسايباها في الفريزر، بطلع على قد احتياجي. هنزل بقى ببهاراتي ملح وفلفل وكمون وكزبره ورشه بسيطه من السكر. هسيب الصلصه تبدا انها تتسبك براحتها، ونجهز مع بعض رز الكشري اللي هيقلب ريحه البيت عندك. الحله بتاعتي طبعا تكون كبيره تستوعب كميه الرز. نزلت بالزيت عندي والشعريه ورقتين من اللورة. هبدا ان انا احمر الشعريه عندي. هنا خلاص الصلصه بتاعتي بعد ما خلصت، هنرجع تاني للرز بتاعنا. اول ما ياخد اللون بتاع الشعريه الذهبي، هعمل ايه؟ هنزل بحاجتين طعمهم يجنن وهيقلبوا موازين طبق الرز اللي انت هتجهزيه، وهي نص معلقه من الثوم واربع او 5 معالق من العدس بجبه المسلوق. وبعد كده هنزل بالرز بتاعي المصري المغسول، ورشه من الملح والكمون والكزبره الناشفه ونص مكعب من مرقه الدجاج. في الاول شوحت الرز مع البهارات والشعريه والثوم، وبعد كده هنزل بالميه بتاعتي. هنا طبعا البصل خلص، كنت انا طبعا سلقه العدس بجبه والحمص، والمكرونه بتاعتي صفيتها وكده بقت تمام. وتعالوا بينا بقى نشوف الدقه بتتعمل ازاي. بجيب بوله صغيره بضيف فيها الثوم والشطه والكمون والكزبره الناشفه وميه سخنه بتغلي، وبعد كده هضيف عليها معلقتين من الخل وكمان معلقه من صلصه الكشري. وادي الشكل النهائي لطبق الكشري المصري بكل تفاصيله. اتمنى ان انت تجربيه، أكلة الشعب المصري كله. الكشري المصري مفيش بيت ما بيعملش كشري، من طعامته وجماله بسم الله ما شاء الله. الكل هيقولك دوقيني الطبق الجميل ده، قوليلي طريقته انت عاملاها ازاي. اتمنى ان انت تجربي الطريقه، هسيب لك كل مقاديري في صندوق الوصف ان شاء الله. وحقيقي من الاكلات الحلوه قوي قوي اللي اولادك هيحبوها، وبرده من الاكلات الشتويه اللي تجنن. ادي الدقه بتاعتي، وممكن كمان تزودي فيها شطه براحتك، ممكن برضو تزودي شطه في صلصه الكشري اللي يريحك، بس انا ما بحاولش ازود صلصه كتير لاني طبعا معايا طفله صغيره، ما ينفعش ان انا ادوقها حاجه تكون حاميه. تعالوا بينا ندخل بقى على الفاكهه. جبت النهارده 3 كيلو من الرمان، وجبت 2 كيلو من البلح السعودي. بدات طبعا ان انا انضف الرمان كويس جدا، قشرته وبعد كده فصصته وبعد كده غسلته صفيته. هبدا اضيف عليه بقى كوبايه الا ربع من السكر وربع كوبايه صغيره من الميه. بعد كده السكر ده كله هيدوب وهيعمل زي شربات كده لونه احمر في الرمان بتاعك، وتقدميه لعيلتك بالف هنا وشفا. واشوفكم على خير في حلقه جديده في رعايه الله.